السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي. قبل ما تبدأي ولا تعملي اي حاجة تصلي على الرسول وتستغفري ربنا وتقولي توكالي واعتماد عليك يا رب. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي انا هعمل الاكلة دي معاكم، اكلة قرنبيط. ولا تقولي لي بيض ولا لبن، ومش هخليه يشرب زيت معاكي. مش هخليه يشرب زيت معاكي، هتقليه وتخلصيه وانت لسه الزيت معاك بنص معلقه. دي سر، نص المعلقه دي سر، بس انا هقول لكم عليه. هتحطها في الزيت، مش هيشرب زيت معاك وهيبقى جميل وتحفه. واللون بتاعه برضو بمعلقه، معلقه برضو سر هقول لكم عليها. في نفس الخلطه بتاعته هتخلي لونه ذهبي معاك واحسن من اللي محطوط له بيض 100 مره. ولا هيشرب معاكي زيت ولا اي حاجه. هخليهولك بص، هتعمليه من غير ما تحسي، يا دوبك انت هتشتري الزيت والقرنبيط بس. والزيت كمان مش هيشرب زيت معاكي، مش هخليكي تكلفي نفسك. وتحفه ومقرمش وجميل. دلوقتي انا جبت القرنبيطه قطعتها زي ما انتوا شفتوا، ودي بطاطس برضو. قلت اسلقها معاها، حطيتها في قعر الحله ونزلت طبعا بالقرنبيطه. ورحت جايبه الميه حاطه فيها ملح وكمون، ورحت مقلباها ورحت نازله على القرنبيط. وهولع عليها على النار 7 دقايق. هتسيبيها تغلي 7 دقايق مش اكتر من كده عشان ما يتهريش منك. وده ايه الخلطه اللي انا هعملها بقى للقرنبيطه، هتشوفوها عامله ازاي. دلوقتي انا نزلت بمعلقتين من النشا على كوبايتين من الدقيق. كوبايتين من الدقيق، وترجع للقرنبيط اللي انت هتعمليه كوبايتين من الدقيق عليهم معلقتين نشا. طبعا نص معلقه كمون، نص معلقه فلفل اسود، معلقه ملح، معلقه كركم، معلقه كاري، نص معلقه شطه. مفيش ما بتحبوش الاكل الحامي استغنى عنها. تمام تمام. وهقول لكم بقى انا حطيت لها ايه اللي خلى اللون بالشكل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. هوريكم اللون. وتوم بودر وتوم مفروم عادي. توم بودر وتوم مفروم، عايزه تحط حاجه من الاتنين براحتك. لو مش موجود عندك توم بودر ما تحطهوش، استغنى عنه. بس لازم تحط التوم المفروم بتاعنا. انا بصراحه كان موجود حطيت لي 2 ورحت مخرطه الخضره زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا قسمت الدقيق على 2 عشان اعمل كفر للقرنبيط. خليت كوبايه في البول زي ما انتم شايفين كده، وكوبايه حطيتها في الطبق التاني ده اللي هو هيبقى الكفر. وشايفين اللون عمل ازاي بقى؟ بنص معلقه خليت لكم اللون بالمنظر ده. لون تحفه تحفه. انت ممكن تكتر الكركم بس هتحطي معلقه، انا حاطه نص. بس انا حطيت معلقه كده من عندي، حاجه تانية كده بس هقول لكم عليها من عندي انا. خلت اللون زي ما انتم شايفين كده. لا تقولي لي بقى بيض ولا تقولي لي لبن ولا تقولي لي الكلام ده كله، ولا تقولي لي هيشرب زيت. من النهارده هتعمليه بقلب جامد، لا هيشرب زيت ولا الكلام ده كله. بقلب جامد هتجيبيه وتعمليه. وولادك لو مش بيحبوه هيحبوه من قرمشته وجماله. هتاكلي حاجه مقرمشه جميله تحفه. دلوقتي هو كان اتسلق معايا، خد ال7 دقايق. حتى انا بشوف اهوت. وهطلع يعني وهشيل بقى واحط في المصفى زي ما انتم شايفين كده، عشان لو في نقطتين ميه ولا حاجه يصفوا. واحده واحده بالراحه كده عشان ما يتهرش منك. وطبعا لما انت بتسووش او ما بتهرش منك لانه بكمل سواه في الزيت كمان. وسر من الاسرار بقى اللي انت عايزاه القرنبيط بتاعك يقرمش كمان، بتقطعيه صغير. بتحبيه كبير سيبيه كبير عادي زي ما انت عايزه. بس انا هخليهولك مقرمش من بره وجوسي من جوه، طري من جوه وجميل. دلوقتي انا سبت البطاطس على النار لان البطاطس هتاخد سوا شويه، وهديت على النار وسبتها مع نفسها. ودلوقتي ده القرنبيط اهو. بصوا بقى، بجيبه بص انا خدته من العجينه، حطيت في الزيت على طول اهو. دي وحدتين هتلاقي النتيجه هي بس اللي بيتغلف احلى يعني. باخد من العجينه، ما بتغيبوش في العجينه على طول، وتروحي مغلفها بالدقيق. طبعا لما انت بتغلفي بالدقيق والنشا والمكونات بيديك القرمشه بقى اللي انت عايزاها. هيديك القرمشه اللي انت عايزاها. وكمان نص معلقه بيكنج باودر في الخلطه دي تاني. انا هقول لكم كوبايتين من الدقيق عليهم معلقتين من النشا كبار، وعليهم نص معلقه نص معلقه يا ربي ملح،
نص معلقة، وبترجع للكمية، نص معلقة كمون، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة توم باودر، نص معلقة كركم، نص معلقة كاري. ده كله بيديله نكهة وبيديله طعم تحفة. والمعلقة اللي انا حطيتها خلت اللون بالمنظر ده زعفران، نص معلقة زعفران خلت المنظر زي ما انتوا شايفين كده. وبصراحة ربنا وادته طعم، ادته طعم يعني مش قادرة اقول لكم طعمه كان حلو قوي. بصراحة ربنا كأنك بتعملي فراخ، بتحمري لحمة، ما تعرفيش. هو كان طعمه حلو قوي قوي قوي، مش قادرة اتخيله بصراحة. انا اول مرة اكله بالطعم الجميل ده. انا كنت كده كده بعمله من غير بيض، بس ما كنتش بعمل الكفر ده ولا كنت بحط الزعفران. شايفين اللون عامل ازاي؟ انتوا والله العظيم الكاميرا ظلماه. انتوا شايفين اللون عامل ازاي؟ هتاخدي طبعا من العجينة تعملي في الكفر، مقرمش من بره ومن جوه جوسي وجميل، يعني طري من جوه ومن بره مقرمش. طعمه وحلاوه ما اقولكمش عامل ازاي. الكاميرا ظلماه زي ما انا بقول لكم كده. انا مش عارفه ايه اللي حصل في الكاميرا بقى شكله كده. دي البطاطس بقى قشرتها وقطعتها ورحت نازله ايه بالبطاطس على نفس الخلطه بتاعه القرنبيط اللي هي العجينه، نفس الخلطه. طبعا انت هتحطي في الزيت ايه؟ نص معلقه نشا. كل ما تيجي تقلي تحط نص معلقه نشا. مش الزيت مش هيشرب، يعني القرنبيط مش هيشرب زيت معاك. بتحمري بطاطس حطي نفس ايه، نص معلقه نشا. مش هيشرب زيت معاكي، الزيت هيفضل زي ما هو معاكي. يلا باي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش القرمشه.